وعليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اكو هواي ناس تسأل عن طيور الواكس بيل. طبعا ذني اثنين هنا في حلة. الواكس بيل يكون خط بعينه احمر وبطنه تصير برتقالية طوف. اما النثية لا تكون بيها خط احمر ولا تكون بطنها برتقالية، يكون برتقالي خفيف كلش خفيف عكس الفحل. الفحل تكون الوانه زاهية حلوة. هذا الطير يعني سبحان الله ناعم بشكل، وهواي ناس من المربين عفوا خاصة جماعة المحميات يخافون من عنده. ليش؟ لأنه هو صغير كلش، حجمه صغير ويطلع من المحمية. إذا أنت مثلا المحمية إذا عندك سيم ناعم تقدر تأمن من عنده، وتقدر هم تضمن تكون الفتحات ما تخليه يطلع من عندها. أوكي، لأن هذا الطير قلت لكم ناعم كلش، من الفينيشات، هو من صنف الفينيشات بس ناعم وبزار، يبزر بس يستقر الطير اسمه يبزر أي بيت عادي، يعني مو قفة صغيرة أو حتى هاي بيوت طيور الحب عادي هم يلم بيها ويبزر هذا الطير. شوفوا هسه أنا عندي ذن اثنين في حلة. النثية موجودة، نثية عندي وحدة بس ما أدري وين راحت هسه حاليا. طير حلو، طير يتحمل أجواء الحار، يتحمل أجواء الشتاء، مناعته زينة عكس طيور الكولدين والجوردين. ذني شوية حساسات بشكل بالنسبة للجو البارد. اوكي، هسه انا عندي هاي فنادس عادية، يعني مو لا جامبو لا سوبر جامبو، بينما تشوف الضخامة مالتهن وشوف ذكين. يعني قلت لكم يتحمل كل الأجواء، درجات الحرارة والجو البارد، يعني يقدر يتأقلم مع المناخ. اوكي، شوف الملكي شلون مستقر هنا على خطية أعناف أمه وأبوه. هذا مطير صار له تقريبا أقل اليومين. هذا كنجس عندك ناعم هم كذلك. الطيور بشكل عام يعني يحبن الشمس، يكون الجو شمس تلقى الطير مستقر وآمن. بس إذا الجو بارد شوية يتأذى الطير. اوكي، هسه احنا راح نتغير، يعني التغيير من الشتاء للصيف شوية، تسليم الشتاء للصيف شوية الجو ساعة متغير، ساعة بارد وساعة حار. هذا الطير يضوج من عند هذا الجو. لو نرجع الفيديوهات السابقة تلقى المحمية ما بيها زرع، يعني صحراء. هسه لا الحمد لله والشكر. والسقف كان تشينكو، هسه لا السقف الحمد لله شلنا السقف وخلينا السيم. حياة الزرع هو الشمس، لازم اكو شمس. اوكي، اذا ماكو شمس هم مشكلة.
هذا السمان الملكي، هذا تقدر تركب المحميات او تقدر تحطه باقفاص على مود تستفاد من بيضه، لان هذا يبيض ويقف على البيض مالته، تقدر تستفاد من عنده. اما اذا تقول لا، تقدر تعوفه بالمحميات، لان هو ياكل دود، ياكل حشرات، ما كانت حشرة ما ياكل. اوكي. عندنا هنا الفاخة الملكي ما شاء الله، بزرات بالزيتونة، هاي زيتونة والحمد لله. طبعا الفاخة الملكي ما يتقيد بكل بيت، وين ما تعطى يبزر طبيعي، لان هي هاي جواب اعتبار طبيعية يقدر يبزر بيها، مو شرط الا طاسة او كذا تحط له، لا هو يكون عشة ويبزر من يلاقي اشجار، ما يتقيد شي. مثل الفنادس، عندك فنادس مو الا قفة، لا طير عادي يبيض باي مكان. اوكي، حتى لو فتحة مالت بلوكة هم يبيض. هسه اريد اصوركم الطيور. الجو شوية بارد هم، هي الطيور يعني راقدة. تمام، هذا ما شاء الله. طبعا هذا الفحل زود لنا في هاي السودة بعد معاناة، يعني خليت الفخانة ما زادت، بعدين ابو حل هنا زاد. طبعا لهنا راح نوصل ان شاء الله نهاية الفيديو. اذا تحبون الفيديو يكون طويل، يعني هسه انا حاليا متابعيني 1140 تقريبا، هذول 1000 لو كل واحد يحكي له حكاية مثل تخص الطيور، او يقدر مثل يسأل سؤال، احنا بخدمته تخص الطيور بشكل عام، وان شاء الله ما نقصر وياكم، وان شاء الله نجاوب على جميع التعليقات. حياكم الله وتحياتي، مع الف سلامة.